أهلاً بكل المتابعين في تحليلنا النهاردة. لو فكرنا في لحظة الدخول لبيت الخطيبة لأول مرة، الموضوع مش مجرد قعدة تعارف عائلية خالص، الفكرة أشبه بالدخول لعمل مقابلة قدام مجلس إدارة كامل. بالظبط. والمفارقة إن الأعضاء اللي في إيدهم السلطة الحقيقية في المجلس ده ممكن ما يكونوش حتى قاعدين في الأوضة أصلاً. دي الرؤية اللي بيطرحها مصدرنا النهاردة من سلسلة إزاي تدرس خطيبتك، واللي بيسلط الضوء على دور إخوات الخطيبة. وقبل ما نفكك ديناميكية المجلس ده، دي دعوة سريعة لكل جمهور يوتيوب المتابع لينا. يا ريت تدعموا المحتوى فوراً بالإعجاب والاشتراك في القناة دلوقتي عشان نكمل رحلة الاستكشاف دي مع بعض. طب خلينا نبدأ. إيه الهدف من تحليل الديناميكية دي؟ الهدف هنا مش مجرد فضول اجتماعي، يعني الزوجة المستقبلية دي هي نتاج نظام عائلي كامل، وأي تعامل مستقبلي معاها هيعتمد جدا على فهم القواعد اللي بتحكم النظام ده من بدري. لأن القواعد دي هي اللي بتحدد طريقة حل المشاكل بعدين، مظبوط؟ طب خلينا نبدأ بأول تشكيل لمجلس الإدارة. لو افترضنا إن الإخوات كلهم ذكور، مفيش إناث خالص في البيت، غياب العنصر النسائي ده بينعكس إزاي على شخصية الخطيبة؟ بصي، ده بينعكس بشكل جذري في طريقة معالجتها للأمور. البيئة الذكورية البحتة دي بتخليها تميل أكتر للعقلانية وتتراجع شوية في التعبير العاطفي. وده ممكن يكون ممتاز جدا لو الطرف التاني شخص بيحتكم للمنطق. طبعا. لكن المشكلة الكبيرة بتحصل لو الزوج ده شخص عاطفي، لأنه هيصطدم بجدار من الجمود العاطفي اللي ممكن يعتبره قسوة أو تجاهل، وهو في الحقيقة مجرد طريقة تكيفها مع بيئتها. يا سلام، يعني الارتباط مش بس بالشخصية، ده ارتباط بآليات التكيف اللي هي كونتها. وهنا المصدر بيطرح فكرة الأخ كلي احتياطي. هل التقييم هنا قايم على التدين الظاهري؟ لا خالص. التقييم لازم يكون على أساس الرجولة والنخوة كمعيار أساسي للاعتماد عليه كخال وسند في المستقبل. التدين لوحده مش كفاية لو مفيش المواقف دي. طب الغريب بقى إن المصدر بينصح بمراقبة زوجات الإخوة دول. هل هم مثلا بمثابة مستشارين خارجيين للمجلس؟ هم غالبا اللي بيحركوا المجلس من وراء الستار أصلا. السبب وراء مراقبة زوجات الإخوة وعلاقتهم بالحماة والخطيبة هو اكتشاف مركز صنع القرار الحقيقي في البيت. بجد؟ يعني لو الأخ شخصيته ضعيفة وزوجته هي اللي بتتحكم في ردوده، الوضع بيبقى خطر؟ خطر جدا، لأن اللجوء ليه وقت الأزمات معناها إن الزوج بيسلم أسرار بيته لطرف خارجي غير معني بمصلحته أساسا، وده مش مطلوب خالص. طب لو فضلنا مكملين مع تشبيه مجلس الإدارة، نادر جدا يكون المجلس كله ذكور في الواقع. إيه اللي بيحصل لما الإناث تدخل في المعادلة وتتغير تركيبة السلطة دي؟ الخريطة كلها بتتغير تماما. التحالفات العاطفية هنا بتطغى على المنطق بشكل واضح جدا. والملاحظ في حالات كتير خصوصا بعد غياب الأب إن الأخ الذكر بيتم تهميشه، صح؟ مظبوط جدا. الزوج بيلاقي نفسه فجأة بيتفاوض مع الأخت الكبيرة بدل الأخ. الأخ غالبا بينسحب نتيجة لصدام الثقافات وتنازع السيطرة بين زوجته وإخواته البنات. عشان الأخ يتجنب التواجد في خط النار المفتوح ده، بيفضل ينسحب للأسف. طب هنا بقى لازم نسأل، طالما الأخت الكبيرة بقت هي صاحبة النفوذ، ليه ما نلعبش السياسة ونكسبها في صفنا كحليف استراتيجي؟ لأن ده فخ كبير جدا. الأخت دي غالبا بتسقط تجربتها الشخصية على حياة أختها. يعني لو هي بتعاني من مشاكل زوجية أو مثلا نشز، أي شكوى بسيطة هتكبر جدا وتتحول لأزمة ضخمة بسبب الإسقاط النفسي ده. يعني محاولة إرضاء الأخت هنا مش هتحل المشكلة خالص؟ مش هتحلها، بل هتعقدها أكتر. الحل في المواقف دي بيتطلب إما وجود حماة حكيمة تعمل كعازل حقيقي، أو إن الزوج يتدخل بحزم شديد. الحزم اللي بيوصل لفرض خطوط حمراء صارمة تمنع أي تدخل خارجي، حتى لو ده هدد استمرار العلاقة نفسها، مظبوط؟ بالظبط. لأن استيعاب ديناميكية عائلة الزوجة من بدري ورسم الحدود دي هو درع الحماية الوحيد للبيت من الانهيار مستقبلاً. بس تطبيق سياسة الخطوط الحمراء دي وطرد كل أعضاء مجلس الإدارة بره الكيان الجديد بيسيبنا قدام تساؤل صعب. هل الحماية الصارمة دي ممكن تخلق بمرور الوقت مسافة نفسية وتعزل الزوجة تماماً عن جذورها وعيلتها؟ دي المعضلة الحقيقية فعلاً. إزاي تبني سور يحمي بيتك من غير ما تحوله لسجن يعزل شريكتك؟ نقطة محتاجة تفكير عميق. وعشان الصورة توضح بشكل كامل لكل اللي بيتابعونا، بنطلب منكم مشاهدة باقي حلقات سلسلة إزاي تدرس خطيبتك واستكشاف السلاسل التانية الموجودة على القناة. وسؤالنا اللي مستنيين نقرأ إجاباته في التعليقات:
من خلال تجارب المحيطين بيكو، هل التدخل العائلي للإخوات هو السبب الأول لخراب البيوت؟ شاركونا آرائكم ونشوفكم في تحليل جديد.